حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم هواي. جمعة مباركة. حبيت اليوم أشارك وياكم هذا المقطع، واللي هو مقطع الدولمة العراقية. منو ما يحب الدولمة العراقية؟ طبعا حبايبي، حبيت أشارككم طريقتي بالدولمة العراقية. طبعا احنا الدولمة نسويها ويا الدجاج. ويا الدجاج ما أسولف لكم شي خرافي، فتشي يعني طعم خيالي. مثل ما تشوفون حبايبي، المكونات اللي أنا محضرتها لعمل الدولمة. راح أعطيكم المكونات. هنا عندنا اللحم مثروم، وهنا عندنا المكونات اللي راح نثرمها، وهنا عندنا المكونات اللي بيها الدولمة. عندنا الليمون، وهنا عندنا الدجاج. وهنا عندنا هاي اللي نحطها ويا الحكاكة مال الدولمة. وهنا عندنا التمن والسلق. وهنا عندنا البهارات: لمندوزي، كمون، فلفل أسود، ملح. وطبعا هو بعد البهارات حسب واختياركم انتو ورغبتكم. هنا حبايبي مثل ما تشوفون ثرمت المواد كلها، ثرمت اللحم مثروم، الكرفس، البصل. وهسه مثل ما تشوفون راح نضيف عليها اللحم مثروم، ونضيف لها اللي يهم والبهارات. طبعا اللي قلت لكم عليها البهارات: الكمون، بهارات الدولمة، الفلفل الأسود، الملح، اللمندوزي. وهنا السمن. هسه نخلطها. هسه بعد ما خلطت كل المواد راح أضيف المعجون. هسه حبايبي، أول طبقة عندنا هي العوادة مال السلق، وراها الدجاج. طبعا أنا الدجاج متبلته. طبعا هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية اللي هي راح تكون الخضروات: الباذنجان، الطماطة، البصل، الفلفل. هاي الطبقة. حضرت هذا الغرض، راح أبدي أسوي طبقة السلق. مثل ما تشوفون. طبعا اليوم بس تشوف لأن أكثرها عواق وما أعرف شنو من هالحكي، فصارت أبي أشوف. هنا عندي أبدأ أصفط الدولة. راح ألف الدولمة. وأخيرا كملت عندنا الدولمة. هني ومري، تمنيتكم وياي متابعيني. أتمنى المقطع عجبكم. لا تبخلون علينا باللايك والاشتراك. أحبكم أني. أوي شلون طلعت الشهي. تخيلوا يعني مالحة وحامضة. يم فديتني أني. شنو هاي تبوشة معدلة.